السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. دعوة خرجت من قلب مكسور فهدت بيت كامل. مش كل البيوت بتقع بالصوت، في بيوت بتقع بالدعاء، في بيوت شكلها ثابت وحيطانها واقفة وسقفها باين قوي، لكن جوه البيت في دعوة طالعة من قلب موجوع. دعوة اتقالت في لحظة كسر، مش بصوت عالي، يمكن اتقالت وهم نايمين، ويمكن خرجت من عين مغمضة ودمعة سخنة نزلت على المخدة. في ستات ما رفعتش صوتها، ما شتمتش، ما فضحتش، لكن رفعت ايدها وقالت حسبي الله ونعم الوكيل. والدعوة دي لما بتطلع من قلب مكسور بتعدي السماوات السبع من غير ما حد يوقفها. الحلقة دي مش اتهام لحد ولا دفاع عن حد، الحلقة دي جرس انذار علشان تعرف ان في لحظة واحدة، دعوة واحدة ممكن تغير مصير بيت كامل. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات اللهم لا تجعلنا سببا في كسر قلب أحد. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي دعوة المظلوم لا ترد. قال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ربنا ما بيقيسش الدعوة بقوتك، إنما بيقيسها بوجعك. في ناس فاكرة إن الظلم لو كان بالكلمة أو الإهمال أو القسوة النفسية ما يبقى ظلم، بس ربنا شايف كل لحظة انكسار، شايف الإهانة اللي اتقالت بهزار، وشايف الصمت اللي وراه وجع. دعوة المظلوم مش بتتأخر، هي بس بتختار التوقيت اللي يوجع. يحكى أن رجلا كان شديد القسوة على زوجته، وفي ليلة بكت وقالت يا رب خد حق بنفسك. بعدها بسنين قليلة خسر ماله ووجهته، وكان بيقول مش فاهم ليه كل حاجة وقعت فجأة. قال له أحد الصالحين يمكن لأنها دعوة محدش سمعها غير ربنا. في ست صبرت سنين على إهانة زوجها، ولا مرة اشتكت ولا مرة فضحت. في ليلة بعد قهر طويل قالت يا رب أنا سلمتك أمري. بعد شهور الزوج اتفضح في شغله، والبيت اللي كان واقف بالناس وقع من غير صوت. واللي عايز أقوله لحضرتك لو فاكر إنك آمن علشان اللي قدامك ساكت، راجع نفسك. الصمت أحيانا مش رضا، الصمت أحيانا عجز موجوع. اوعى تستهين بدعوة طالعة من قلب مكسور، اوعى تفرح بضعف اللي قدامك، علشان ربنا دايما بينصر اللي انكسر. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الله ينتقم للمكسورين ولو بعد حين. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وفي ناس فاكرة إن التأخير نسيان، بس التأخير تهيئة. ربنا بيدي فرصة ويسيب الحبل طويل، لكن لما الشدة تيجي بتيجي على أضعف نقطة. اللي كسر قلب حد بيتشال من عليه الستر في وقت ما يتوقعوش. كان في راجل بيأذي زوجته نفسيا ويضحك لما تبكي، ماتت وهي راضية بقضاء الله، وبعدها بسنين كان بيقول من يوم ما راحت وانا حياتي واقفة. الوجع اللي سابه وراه رجع له مضاعف. في زوج استهان بدموع مراته وقال لها دموعك دي تمثيل. بعد فترة اتكسرت سمعته والناس بقت تشاور عليه، وقال بنفسه حياتي اتقلبت في لحظة. واللي عايز اقوله لحضرتك لو انت ظالم لسه قدامك فرصة ترجع، ولو مظلوم ربنا شايفك. ما تستعجلش الانتقام، خلي الدعوة لله. ربنا ما بيكسرش، بس لما بياخد الحق بياخده كامل. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي أخطر دعوة، هي اللي اتقالت بدون نية أذى. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا.
في دعوات بتطلع من غير ما الواحد يقصد خراب، بس القهر بيخلي الكلمة صادقة. ربنا ياخد حقي، دي مش شتيمة، دي تسليم كامل. واللي بيسلم أمره لربنا، ربنا بيتدخل بنفسه. امرأة قالت: يا رب خد حقي بس ارحمه. ربنا أخد الحق من غير ما يظلم. العدل الإلهي دايما أنقى من غضب البشر. في زوجة دعت وهي بتبكي: يا رب خلصني من الوجع. ربنا خلصها، لكن البيت اللي كان مصدر الوجع للأسف ما كملش. واللي عايز أقوله لحضرتك: راجع نفسك قبل ما تنام. هل في حد مكسور منك؟ هل في دعوة ممكن تطلع عليك؟ الاعتذار بيوقف دعوة، والعدل بيحمي بيت. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: البيوت ما بتتهدش دايما بخيانة، ولا بفلوس، ولا حتى بفضيحة. في بيوت بتتهد بدعوة، دعوة طالعة من قلب كان مستني كلمة طيبة بس للأسف ما لقاهاش. لو بيتك واقف، اسأل نفسك: واقف على حب ولا واقف على صبر موجوع؟ لو لسه في فرصة، الحق، علشان في دعوة لو طلعت محدش يقدر يوقفها. وأخيرا أدعو الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نكون سببا في كسر قلب عبد من عبادك. اللهم اجعل بيوتنا قائمة على العدل والرحمة، لا على الصبر والوجع. اللهم من ظلم فاهده، ومن انكسر فاجبره، ومن بكى فأسعده. اللهم لا تجعل دعوة مظلوم علينا، ولا دمعة قهر في ميزاننا. اللهم طهر قلوبنا من القسوة، وألسنتنا من الأذى. اللهم إنك عدل تحب العدل، فارزقنا يا رب العدل في القول والعمل. اللهم أصلح بيوتنا قبل أن تهد، وقلوبنا قبل أن تنكسر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات: اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. وشارك الحلقة، يمكن تكون سبب إن حد يراجع نفسه قبل ما بيت يقع. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.